الجزء الأول من الحكاية هتلاقيه في الوصف، ويلا نبدأ. وبنكمل حكايتنا بعد لما رونان قطع ودن الولد اللي لسه مش عارفين اسمه. أصحابه كانوا مصدومين بيبصوا لبعض برعب. واحد فيهم قال هو قطع ودنه بعصاية بس، لكن رونان قطع تفكيرهم وهو بيقول بنبرة باردة: مستمتعين؟ خدوا الوغد ده من هنا قبل ما يحصل فيكم زيه، وطبعا سيبوا الفلوس اللي سرقتوها. وافقوا بسرعة وهم مرعوبين وسحبوا صاحبهم بعيد. الولد اللي كانوا بيتنمروا عليه بدأ يصحى، ورونان اداله الفلوس وقال له: خد دي الفلوس بتاعتك. الولد اتفاجئ وقال: كل ده أكتر من اللي سرقوه. رونان ابتسم وقال: ما تفكرش كتير وما تقلقش، مش هيتجرأوا يقربوا منك تاني إلا لو عاوزين يموتوا. في اللحظة دي كانت أسيل الساحرة متوترة جدا وبدأت تعتذر: أنا أسفة، كنت مجبورة أعمل كده، سامحني. لكن الولد اللي لسه مش عارفين اسمه قال لها بهدوء: ما تبكيش كده يا أسيل، نفس الطريقة اللي كنت بتعيطي بيها أول مرة المتنمر جابك فيها هنا. وكمل، مش غلطك، انت كمان كنت في نفس الموقف. بعدها ودعوا بعض، لكن رونان فضل واقف مع أسيل وقطع الصمت وقال: ما نسيتيش إن عندي كلام معاكي صح؟ قالت بتوتر: أيوة، أيوة. رد وهو بيبعد عنها: هشوفك بعد 4 أيام. استغربت وقالت: 4 أيام؟ قصدك إيه؟ قال: مشغول، لما القمر يكمل هنقابل بعض. طلع سيفه وبصلها بنظرة تهديد: عارفة إيه اللي هيحصل لو ما جيتيش صح؟ اتجمدت في مكانها وما قدرتش ترد، فقال وهو ماشي: ولو اتأخرتي هقتلك. بعدها بنشوف رونان واقف قدام بيت ماسك ورد ومتردد، بيسأل نفسه: يا ترى الورد ده هيعجب أختي؟ أنا قطفت كل وردة شفتها في الطريق. وبيضحك بخجل: أنا شكلي لازم أرميهم قبل ما تموتني من الضحك. بس فجأة الباب بيتفتح وصوت ناعم بيقول: كنت بسأل مين واقف بره، بس ده طلع أنت رونان، أنت رجعت. رونان اتصدم، حس بكل الذكريات القديمة بترجع له. ألف سره، وأنا جندي فكرت آلاف المرات هقول لها إيه لما أرجع، أعتذر ولا أقول إني افتقدتها، لكن صوتها قطع تفكيره وهي بتقول بابتسامة: رجعت بدري النهاردة. دموعه نزلت وهو بيرد بصوت دافي: رجعت. ولما دخل البيت لقاها مجهزة الأكل وبتضحك: ما كنتش متخيلة إن أخويا البارد هيمنحني الظهور النهاردة. سألته باهتمام: هتاكل ولا شبعت؟ رد ببساطة: كلت خلاص. ثم سألها: على فكرة عندك كام سنة دلوقتي؟ استغربت وقالت: 22. ليه بتسأل؟ ولما شافته سارح قالت بقلق: انت كويس؟ رونان فكر في نفسه، باقي 10 سنين على الغزو اللعين. لكنها قطعته وهي بتقول بخوف: انت مريض؟ بصلها وألف سره: لسه زي ما هي، لطيفة زي دايما، يا ريت اللحظة دي تفضل للأبد. ثم قال فجأة: أنا عاوز أروح الأكاديمية. اتصدمت ثم قالت بفرح: قول كده تاني، أنا سمعت صح؟ قال: سمعتي صح. جريت ناحية الدولاب وقالت: كنت عارفة إن اليوم ده هيجي. طلعت فلوس كتير جدا. رونان بص وقال: كل ده جبتيهم منين؟ ردت بابتسامة: كنت بشيلهم سرا عشان اليوم ده، لما تقرري تروح الأكاديمية. ابتسم وقال: أنا مقدر اللي عملتيه، بس المبلغ ده مش كفاية. استغربت وقالت: إزاي؟ ده مبلغ كبير، أنت ناوي تروح أنهي أكاديمية؟ رد بثقة: أكاديمية فيليون الإمبراطورية. ومع إن أسهل كانت فاكرة إن كل ده مجرد كلام، لكن اتأكدت إن الموضوع بجد لما عرفت إن هدف رونين الحقيقي هو المدرسة الإمبراطورية أكاديمية فيان. المعلومة لوحدها كانت كفاية تخليها تصرخ من الصدمة. أكاديمية فيان الإمبراطورية هي أعرق مؤسسة تعليمية في الإمبراطورية كلها، مشهورة بمعاييرها العالية ومكانتها العظيمة. عندهم أفضل الأساتذة في القارة كلها، ومعاهم دعم ضخم من العائلة الإمبراطورية، وبيدوا تعليم على أعلى مستوى. المكان ده مصنع أبطال، خرج أعظم العقول زي القائد الأعلى أداشان، سيد السيف شالفن، وحتى أخطر مجرمة في التاريخ ساحرة الشتاء، وغيرهم كتير. القائد زمان قال إن رجال أكاديمية فيان كانوا مفيدين جدا في الحرب، وده كلام رونين شايفه منطقي جدا. بس الشهرة الكبيرة دي ليها تمنها، شروط قبول صعبة جدا ورسوم باهظة تخوف. ومع كده اللي شاغل رونين أكتر من أي حاجة رد فعل الأخته اللي وقفت تتخبط زي لعبة متعطلة وهي بتحاول تشجعه. لكن في كل الأحوال هو مصمم يثبت نفسه ويوريها نتيجة اختياره. وقبل ده كله رونين ما كانش متوقع يشوف البنت أسل هنا أصلاً. هي صححت له بسرعة وقالت اسمي أسل، وفكرته إن التهديدات اللي قالها قبل كده كانت السبب إنها تيجي. رونين طنش النقطة دي وقال إن الليلة دي قدامهم شغل كتير، فخلينا ننسى اللي فات. وقال إنه هيختبرها في حاجة مهمة جدا. وبدون لف ولا دوران
طلب منها حاجة مجنونة، عايزها تستخدم التحريك العقلي وترفعه لأعلى نقطة تقدر عليها، وهو موافق تماماً بإرادته. طلبه الغريب خلاها تتوتر، مش كل يوم حد يطلب يتحدف السما زي كيس قمح. ترددت لأنها عارفة إن الموضوع خطر جداً، لكن رونن أصر إنها تنفذ اللي بيقوله بالحرف. طمنها، ما تخافيش، أنا مش هموت. فآسل دلست وبدأت ترفعه بإيد خفية في الهواء، ورونن اتفاجئ بالإحساس، طالع أريح بكتير من اللي كان متوقعه. بس هو في الهواء كان بيفكر، الارتفاع لسه مش كفاية، وثبات القوة مش أقوى حاجة. افتكر معركته مع الهايوت، الإحساس ده هو نفسه. قدرة التحريك العقلي كانت السر اللي خلاه يقاتل العملاق بنفس المستوى. مفيش شك، التحريك العقلي قدرة نادرة جدا حتى بين السحرة النادرين، وآسل ممكن تكون مفتاحه للفوز ضد الهايوت الجاي. وبما هو عايش في أحلام اليقظة دي، آسل كانت تتعب وتقول له إن السيطرة بقت أصعب. طلب منها تصبر شوية، عنده آخر حاجة عايز يجربها. وفجأة سب نفسه يقع، وأثناء سقوطه ضرب سيفه في الهواء وقطع المنى بتاعتها في ثانية. آسل اتصدمت وسألته، أنت بتعمل إيه يا مجنون؟ رونن رد عليها بهدوء وبحجة سخيفة إنه حركة بهلوانية بيعرف يعملها من زمان. طبعا ما صدقتوش وظلت تلح عليه لحد ما قال لها، اقفلي الموضوع يا بنت، أنا نفسي مش فاهم لسه. الحقيقة هو فعلا مش لاقي تفسير لقوته، خصوصا إزاي سيفه قدر يأذي العملاق قبل كده، وعارف إن ده واجب لازم يفهمه بعدين. لكن دلوقتي في اللي أهم، قال لها إنها نجحت في الاختبار، ورمالها شنطة وقال لها تلحقوا قبل الأمر ما يختفي. سألته رايحين فين؟ ابتسم وقال، ممكن دي تبقى أول صفحة في السيرة الذاتية، أعظم كتب تاريخ الإمبراطورية. وهم ماشيين، آسل اتصدمت لما عرفت إنهم رايحين لأكاديمية فيان، مكان مخصص للنخبة وبس. رونن زهق من أسئلتها وسألها لو أصلاً مش عايزة تيجي. هي اعترفت إنها جبانة وما تعرفش أي حاجة، وإنه بس اللي عنده موهبة. رونن وقف وقال لها، عايزة تفضلي عايشة كده؟ قدرتك دي بتضيعيها على حركات تافهة. انت جبانة وبتعيطي بسهولة وبتخافي من كل حاجة. كلامه نزل عليها زي الضربة، كادت تتقيأ، لكنه كمل وقال إن ده مش شيء دائم، ممكن تتغير، بس الوقت ما بيستناش حد، وهتيجي لحظة تندم إنها ضيعت حياتها. افتكر ندمه من حياته السابقة، وبكل حنان صحاها من الصدمة بتاعتها. كانت مش مصدقة إن حد يهتم بيها كده. وفي النهاية سألها، يا تكملي معايا يا ترجعي، دي حياتك وأنا مش هجبرك.